أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال المكرمل بطريقة صحية. طبعا الكيكة دي مناسبة لأجواء الشتاء وريحتها في البيت جميلة جدا. هنعملها مع بعض بكل سهولة. شايفين طبعا من جوه طرية ومفرولة ازاي. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا إشعار بكل وصفة جديدة. اول حاجة هنبدأ بيها هي الصينية، هندهنها بمسحة من الزيت. طبعا هنتأكد ان هي من كل الجوانب اتغطت بالزيت. بعد كده هنجيب طاسة وهنحط فيها 2 معلقة كبيرة من السكر البني، ونقدر نستبدله بسكر دايت. بس الفرق ان السكر البني طبعا بياخد وقت على ما يسيح على النار، انما السكر الدايت بيسيح بسرعة. فنخلي بالنا نخلي النار عليه هادية لانه بيتحرق بسرعة. هنستخدم كمان مع السكر البني لكل معلقة من السكر معلقة كبيرة من عصير البرتقال، هنكرمل بيهم البرتقال. هنستخدم هنا طبعا شرايح من البرتقال زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها مش سميكة قوي ولا رفيعة. وبعد كده هنحط السكر على النار لحد ما يتكرمل، وده شكله بعد ما تكرمل زي ما انتوا شايفين، دي الدرجة المطلوبة. هنبدأ بقى نرص شرايح البرتقال في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنحطها على النار لحد ما تتكرمل، وده اللون المطلوب للكراميل. شايفين الشرايح وشايفين شكل الكراميل بقى عامل ازاي. طبعا احنا بنكرمل البرتقال في الطاسة وبناخد بس شرايح البرتقال زي ما انتوا شايفين كده ونحطها في الصينية، وباقي السكر مش بيبقى في الكيكة، يعني هو خلاص نزل في الطاسة واحنا خدنا شرايح البرتقال المتكرملة بس زي ما انتوا شايفين. وكده الشرايح بقت جاهزة معانا. هنبدأ على طول بقى نجيب الصينية اللي احنا دهناها بمسحة من الزيت، وهنبدأ نحط فيها شرايح البرتقال. نحاول طبعا نغطي الطبقة اللي تحت كلها زي ما انتوا شايفين كده، نحاول نسويها يعني في الصينية علشان لما نعمل الكيكة تبقى كل قطعة يطلع فيها حتة من البرتقال. وبعد كده هندخلها التلاجة لحد ما تبرد على ما نجهز الكيكة معانا. بعد كده علشان نعمل الكيكة هنحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة أو الأوضة. هنحط لهم رشة من الفانيليا، وبعد كده هنخلطهم مع الفانيليا كويس جدا. وبعد ما نخفق البيض زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ بقى نحط معاه تلت كوباية من السكر، ونقدر كمان نقللها شوية نخليها ربع كوباية. ونقدر كمان نستبدل السكر البني بسكر دايت، نستخدم 3 معالق في الوصفة دي. هنخلط السكر زي ما انتوا شايفين مع البيض لحد طبعا ما السكر يدوب في البيض. بعد كده هنضيف تقريبا نص معلقة صغيرة من بشر البرتقال، وهنخلطها كويس جدا مع خليط البيض والسكر. بعد كده هنضيف نص كوباية من اللبن، وبرضه هنخلط كويس جدا. بعد كده هنضيف 2 كوباية من الدقيق، عبارة عن كوباية من دقيق الشوفان وكوباية من الدقيق الأبيض. أنا هنا بخلط نوعين الدقيق علشان نوصل لأقرب طعم للوصفات الأصلية. وهنضيف لهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. وهنبدأ على طول نخلط الكيكة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نتأكد ان الدقيق اختلط مع السوائل وده قوام الكيكة. هنبدأ بقى في الخطوة دي نضيف رشة من بشر البرتقال تاني، وبعد كده هنضيف ربع كوباية من زيت الزيتون او ربع كوباية من السمنة البلدي بتكون مذابة او سايحة. الترتيب طبعا مهم هنا في الكيكة دي. وهنبدأ على طول نخلط الزيت مع الكيكة زي ما انتوا شايفين كده، طبعا مرتين او 3 مش كتير قوي يعني. وبكده الكيكة تبقى جاهزة معانا. هنجيب الصينية وهنبدأ نحط فيها خليط الكيك. وبعد ما خلصنا الكمية كلها هنبدأ نساوي الكيكة في الصينية ونخبطها خبطتين كده بس عشان نفرغ الهواء منها.
وهندخلها الفرن على حرارة 180 من 30 ل 35 دقيقة على حسب ما تستوي معانا. طبعا هنعمل لها اختبار بعصاية شيش طاووق. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. طبعا مش عايزة اقولكوا ريحتها عاملة ازاي، وشكلها كمان جميل. هوريكوا شكلها لما قلبناها. بجد شكلها وريحتها خطيرة، من احلى الوصفات اللي ممكن نعملها في الشتاء. وطبعا بناكل كيكة من غير حرمان. ممكن نزينها بالشكل اللي احنا نحبه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو حابين وصفات اكتر بنفس الشكل ده ياريت تكتبولي تقولولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنفذها لكم في اقرب وقت. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واهم حاجة ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنت تحت، وشيروا الوصفة في كل مكان عشان توصل لأكبر عدد من الناس اللي محتاجة فعلا انها تغير حياتها وفكرها عن الأكل الصحي. وما تنسوش تدعمونا على القناة.